السلام عليكم. الجمعة اللي فاتت كانت هذه سفرتنا وفتحت لكم الكاميرا وصورت. بما انه الفيديو طويل راح نستغله بقصة الإمام الباقر سلام الله عليه. إذا تتذكرون احنا كملنا سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه باختصار. اليوم جاية هم اختصر لكم قصة إمام عظيم جدا، بما أنه ولادته قريبة 1 رجب، وبما أنه هذه السنة استفتاحها بشهر رجب ما شاء الله تبارك الله، فالخيرات عظيمة جدا. شهر عظيم، شهر الصيام به جدا عظيم. فبما أنه هاي الخيرات كلها قلت أستغل هذه السنة بدايتها بقصص الأئمة سلام الله عليهم إلى أن أوصل لسيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وكلكم سوية بهذه الأثناء صلوا على محمد وآل محمد وادعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واستغفروا رب العالمين وتوبوا له وحمدوه وشكروا على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. أكيد الفيديو يشاهده أعمار متفاوتة، فالأعمار الصغار أكيد ما يعرفون اسم إمامنا اليوم محمد بن علي بن الحسين الباقر سلام الله عليه، خامس الأئمة الأطهار اللي نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكونون خلفاء من بعده في قيادة الأمة الإسلامية. انولد الإمام من أبوين علويين طاهرين زكيين. الأب هو ابن الإمام الحسين علي زين العابدين سيد الساجدين المع سادات المسلمين، والأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة. يعني باختصار نشأ ببيوت أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني كيف يكون مولود مبارك ما شاء الله تبارك الله. بقى بالمدينة المنورة طول فترة حياته الشريفة إلى أن تولى الإمامة من بعد استشهاد أبيه. إمامنا كان حاضر في معركة الطف، تخيلوا يعني عانى هواية من ظلم الأمويين من ولادته حتى استشهاده. يعني فترة توليه الإمامة كانت مرحلة كلش صعبة، يعني شهدت صراعات عنيفة بين العباسيين والأمويين، لكن الإمام استغل انشغال الناس بهذه الصراعات على الخلافة بناء أمة من الداخل. اتبع طريقة أبوه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، استطاع أن يربي أعداد كبيرة من الفقهاء والعلماء والمفسرين. كانوا المسلمين يقصدوا ويجوا من شتى بقاع العالم الإسلامي ويناقشوا بالمسائل الدينية من فقه وعقيدة وتفسير أحاديث وتفسير القرآن الكريم، ومتخذ كان المسجد النبوي مقر إله. الإمام عانى هواي ووكل أمره لله عز وجل الحاكم بين عباده، لأن كانوا ينتقصون السلطة لآباء الطاهرين للأئمة. يعني محنة صعبة كانت، مزاولة حكم وإدارة دولة إسلامية، فمرحلة تصدي كلش كبيرة. الإمامة الشرعية حسب مدرسة أهل البيت علوم الأئمة، يعني كل إمام يأخذ علمه من الإمام القبله، فنور قائم هو متمسكين بنقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدر الإمام أن يجعل الأمة ما تتنازل عن الإسلام أبد بتهيئة كوكبة من أهل الفضل والعلم. كانوا يتلقون أفكاره وأحاديثه، أحاديث الباقرية اللي هي كلها مليانة مواعظ وفيها سعادة الدارين. لذلك لقب بالباقر لأن كان يبقر العلم. مدرسته كانت غنية بالعطاء، يجلس للإجابة على الأسئلة وبين إيده يقعدون هواي من طلاب العلوم ويفيض عليهم مما أعطاه الله من العلم. وفوق كل هذا الكرم اللي عنده بعلمه كانوا يستهزئون بلقبه. يوم من الأيام كان يمشي بالمدينة تلقاه واحد قال له أنت البقرة؟ الإمام قال له يسمونني باقر العلم. رجع ذاك مرة له قال له أنت ابن الطباخة؟ قال له مهنتها، شنو المشكلة حرفتها، مو عيب المرأة تطبخ. هذاك دا يشوف أخلاق الإمام يعني، وهو دا يريد يستفزه، دا يشوف شي يطلع من عنده من سوء خلق. الإمام لا حاشا، رجع ذاك قال له أنت ابن البدية، يعني عندها لسان طويل تتهجم على الرايح والجاي. قال له إن كنت صادقا، الإمام قال له إن كنت صادقا فغفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. للعلم بداية الفيديو ذكرت لكم أم الإمام الباقر سلام الله عليها فاطمة بنت الحسن سلام الله عليها، يعني كيف تكون؟ كانت من المتبتلات العابدات، حاشاها أن تكون بهذا الوصف اللي وصفه هذا الشخص، لكن هي هاي الناس ما ترحم. ذاك الشخص يعني من شاف هيك رد الإمام هذه الأخلاق وبهذه الغفران والكرم، نصا قال له والله ما أوقفتك استهانة بك، بل أخذتني التربية، أنا شامي، دعاية ضدكم أخذتني. قال له يعني أردت أني أن أختبر أخلاقك فوجدتها أخلاق شيمة أهل الدين وأهل اللين،
وهذا موقفك وردك كان خير تغيير لعقيدتي كلها. شوفوا بنات، من زمان الإنسان يصنع الإعلام، طبيعة البشر شي يسمع يصدق، بس بعدين من يواجه ويشوف الحقيقة لا تتغير اعتقاده وفكره. فدائما أقول لكم كونوا حذرين بالأشياء اللي تتابعوها، لا تاخذكم الغير مجرى. نرجع لموضوعنا. بعد هلاك خلافة بني سفيان تولى الحكم بوقتها مروان بن الحكم وبنيه عبد الملك بن مروان. يعني هاي في فترة إمامة الإمام زين العابدين. لكن في فترة إمام الباقر إمامته سلام الله عليه لا، عاصر الإمام 5 خلفاء من بني أمية، تبدي من الوليد بن عبد الملك إلى الهشام بن عبد الملك، 5 خلفاء. الإمام الباقر سلام الله عليه قدم أسمى خدمة للعالم الإسلامي في فترة عبد الملك بن مروان. يعني كان الإمام زين العابدين عايش سلام الله عليه، وهو اللي وجه الإمام الباقر سلام الله عليه. شنو كان فضل الإمام؟ طبعا خدمة جدا عظيمة. حرر النقد العملة من التبعية للإمبراطورية الرومية. شلون؟ العملة كانت تصنع بالروم، تحمل شعار الروم النصارى. يعني بوقتها صار خلاف بين عبد الملك بن مروان وبين ملك الروم على العملة بسبب تغييرها. فرأسا ملك الروم هدد عبد الملك أنه راح ينقش عملة عليها شتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعبد الملك رأسا ضاقت عليه الأرض وحار شي يسوي، وقال أحسبني أشأم مولود في الإسلام لأني جنيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شتم هذا الكافر، وسيبقى علي هذا العار إلى آخر الدنيا، فإن النقد الذي توعدني به ملك الروم إذا طبع سوف يتناول في جميع أنحاء العالم. عبد الملك رأسا جمع الناس وعرض عليهم الأمر وقال لهم شسوية. فرأسا نصحوه قالوا له عليك بالباقر من أهل بيت النبي سلام الله عليه. فرأسا دزوا على الإمام الباقر سلام الله عليه، كان حكيم وعليم، وطبعا هي بتوجيه من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لأن كان في فترة حياة الإمامين، فوضع خطة كلش طويلة، فراح أختصر لكم إياها. وبفضل هذه الخطة تم تنفيذها، وجعل نقش صورة التوحيد على جهة من سكة الدراهم والدنانير، وفي الجهة الأخرى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وامتثل عبد الملك بن مروان في ضرب السكة حسب ما رآها الإمام الباقر سلام الله عليه. ملك الروم رأسا من عرف وقع، رأسا يقول لك وقع كل شيء من إيده وخاب سعيه، وظل التعامل بالسكة أو العملة اللي صممها الإمام الباقر سلام الله عليه حتى في زمان العباسيين، يعني استمرت هذه العملة. بهذا الحال فإن العالم الإسلامي مدين للإمام الباقر سلام الله عليه بالفضل اللي قدمه بإنقاذ العملة من تبعية الروم المسيحيين. الإمام سلام الله عليه كسائر الأئمة من أهل البيت اعتنوا بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا وصيانته من أيدي العابثين وانتحال المبطلين. ورح نتناول نموذج من تفاسيره الكريمة. الإمام الباقر فسر الهداية بأجمل آية قرآنية. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العلي العظيم. الهداية هنا الإمام سلام الله عليه فسرها بالولاية لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وش قال؟ فوالله لو أن رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام ولم يجيء بولايتنا إلا أكبه الله في النار على وجهه. فكنا سوية بنات هسه خلي نحمد رب العالمين ونشكره، لأن إحنا على هذه الهداية والولاية. شكرا لله. وقت الفيديو راح ينتهي بنات، فمضطرة أختصر لكم واختم لكم القصة بأنه الإمام الباقر سلام الله عليه ما مات موتة عادية، وإنما تم اغتياله بالسم قبل هشام بن الحكم اللي أقدم على اغتيال الإمام الباقر سلام الله عليه بدس السم إله، لأن هشام كان حاقد على محمد وآل محمد بشدة يعني كلش. والسبب كان الإمام الباقر سلام الله عليه فضله وعلمه منتشر بين المسلمين، وصارت مناظرة بين الإمام وهشام في شؤون الإمامة، وتفوق الإمام أكيد، فبان على هشام العجز، وهذا الشيء أدى إلى الحقد على الإمام الباقر سلام الله عليه. وبلحظة سريان السم في جسد الإمام الباقر سلام الله عليه كان يقرأ القرآن الكريم ويستغفر، ووافاه الأجل ولسانه مشغول بذكر الله تعالى. انتظروني بنات بالفيديو الجاي نستكمل باقي القصة.